النهارده راجعين بالفيلم اللي كان منتظره كل الجماهير، الفيلم اللي مليان بالاكشن والاثاره والتشويق، فكل طالبين من حضراتكم تعملوا اشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد. اهلا بكم في قناه سيناريو، معكم علي سلامه. وقبل ما نبدا الفيلم عايزك تصلي على النبي. والفيلم بيبدا مع ديدبول وهو قاعد زعلان وحزين لانه حاسس انه مش زي الابطال الخارقين اللي هم الافنجرز وكده يعني، وبيفضل يتكلم مع نفسه وبيقول ان اكيد وولفرين لسه عايش، وبيقعد يحفر في القبر بتاعه على امل انه يلاقيه حي، وبيفضل يحفر لحد ما بيوصل عند جثته وبيلاقيه مجرد هيكل عظمي، لكن وهو خارج بيلاقي قدامه مجموعه من الجنود وشكلهم جايين من عالم تاني. فطبعا ديدبول المجنون مش بيفرق معاه المواضيع دي وبيقرر يخرج لهم بس بالهيكل بتاع وولفرين، وبتبدا العركه يا صاحبي، وبيبدا يخرم في اجسامهم بالعظم بتاع وولفرين وخبطه في الدماغ على ضربه في الصدر وبيخلص عليهم كلهم. سيبك بقى من اللي انت لسه شايفه ده كله وتعالى بقى نرجع بالاحداث لورا شويه علشان نعرف اصل الحكايه، وبنروح لسنه 2018 وديدبول بيكون قاعد مع هابي، وده بيكون الدراع اليمين لإيلون ماسك اللي هو ايرون مان، وبيكون قاعد في شركه الافنجرز وبيكون عايز ينضم للابطال الخارقين ويكون واحد منهم لانه بيحبهم جدا وشايف نفسه انه بطل خارق، بس الدنيا جايه عليه. وكمان بنته حبيبته بتحب الابطال الخارقين جدا ونفسها تشوفه واحد منهم، لكن هابي بيقول له الناس هي اللي بتقرر مين اللي بينضم للابطال الخارقين ومين اللي ما ينضمش. وهنا بيتاثر ديدبول وبيحس ان الناس مش حباه وبيقفل صفحه ان يكون بطل خارق دي نهائي. وبتعدي 6 سنين وديدبول بيغير من شكله وبيركب باروكه وبيشتغل في العربيات وحياته بتتغير 360 درجه. وفي يوم وهو مروح البيت بيلاقي كل اصحابه مستنيينه هناك علشان يحتفلوا بعيد ميلاده، وبيكون مبسوط جدا وبيقابل هناك حبيبته فينيسيا واللي انفصل عنها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه وبيطمنوا على بعض، وبيسالها هو في حد داخل حياتك بعد ما احنا سيبنا بعض، فبتقول له انها مرتبطه دلوقتي بمدير الشركه بتاعها. وهنا بيعرف ديدبول انه بره تفكيرها، لكن جرس الباب بيضرب وبيطلع يشوف مين، فبيلاقي مجموعه من المسلحين وبيقول لهم انتوا مين، لكن مش بيدوا فرصه وبيقبضوا عليه. وفجاه بيلاقي نفسه قاعد في مقر السيركي بتاع TVA وبيقعد مع واحد اسمه بارادوكس وبيقول له المكان اللي انت فيه ده مسؤول على الحفاظ على الخط الزمني المقدس، واي حد هيحاول يبوظه احنا هنحط عليه. وطبعا ديدبول قبل كده لعب بالزمن علشان ينقذ مراته فاكرين، وبيفكر ان هو هنا علشان يتعاقب، لكن بيقول له ما تقلقش انت هنا علشان حاجه تانية خالص. وبيقول له احنا جايبينك هنا علشان عايزين نغير لك حياتك لانك شخص جميل وموهوب وبطل خارق حقيقي، وبجد احنا عايزين نعمل لك خط زمن جديد وهنخليك كمان تنضم لفرقه الافنجرز وتبقى واحد منهم وتحارب المجرمين الاشرار. وديدبول بيشوف نفسه في نسخه وهو بيحارب مع الابطال الخارقين ومع كابتن امريكا، وهنا طبعا بيوافق وبيطلب منهم بدله جديده وسيفين جداد. بعد كده بيسمع اخبار وحشه ان العالم بتاعه هيتدمر، وبيقول له ان في شخص مات في العالم بتاعه وهو السبب في دمار العالم وهو لوجين اللي هو وولفرين، لكن بيحس ديدبول ان في حاجه غلط. وبارادوكس بيقول له انا راجل رحيم وبحب اظبط العوالم وارحم الناس، لكن بيعرف انه مجرم خطير. وبيضرب بارادوكس وبياخد الجهاز اللي بيتنقل بيه عبر الزمن وبيختفي. وبكده عرفنا ليه ديدبول كان بيدور على وولفرين، وده علشان كان عايزه عايش علشان ينقذ به العالم بتاعه، وبيفضل يتنقل بين العوالم والازمنه وبيلاقي منه اشكال والوان، اللي منهم قسم واللي منهم زعيم عصابه، وفي واحد منهم بيقابله وبيضربه، وبيفضل يتنقل ويتنقل ويتنقل لحد ما بيلاقي نسخه من وولفرين وهو قاعد في قلب حانه وسكران ومش دريان باللي حواليه، وبيقول بس هي دي النسخه اللي انا عايزها، وبيروح يطلب منه يروح معاه علشان ينقذ العالم بتاعه، لكن وولفرين بيكون مش فايله بيقول له امشي بدل ما اقتلك. وديدبول بيرفع عليه السلاح لكن وولفرين بيقوم يقف وبيشرب لحد ما بيغمى عليه، وبياخده ديدبول وبيروح تاني لمنظمه ATV من تاني، وبيقول لبارادوكس انا جبت لك نسخه من وولفرين وبكده العالم بتاعي مش هيتدمر. فبيقول له هو ايه نسخه وخلاص من وولفرين تنفع؟ اكيد لا. وبيقول له الشخص اللي معاك ده مش مناسب. فديدبول بيحاول يضرب بارادوكس لانه اقتنع جدا انه مجرم، لكن بينفيهم لبعد زمني جديد. وولفرين بيكون مخنوق جدا ومتضايق من اللي هو فيه وبيفضل يزعق في ديدبول، وبيبداوا هما الاثنين يتخانقوا مع بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض، وده بيضربه بالسيوف والتاني بيضربه بالمخالب بتاعته، والاثنين مش بيموتوا لانهم خالدين. وفي النهايه بيقول ديدبول لولفرين احنا لازم نتكلم ونشوف حل في اللي احنا فيه ده، لان لو فضلنا نتخانق كده مش هنوصل لحل، ولازم نفكر ازاي هنخرج من المشكله اللي احنا فيها دي، ولازم نلاقي حل نروح بيه لبارادوكس علشان نكسر دماغه وننتقم منه قبل ما يدمر العالم بتاعي وبتاعك. وبيقول له انا عارف ان انت عملت مشاكل كتير في حياتك وانا هحاول اساعدك انك تصلحها. وهنا بيقرر وولفرين انه يتعاون مع ديدبول، وبيكونوا في مكان شبه الصحراء ومفيش اي حد هناك، لكن فجاه بيجي عليهم كريس ايفانس وبيفكروا ديدبول ان ده كابتن امريكا، لكن بيكون ده جو اللي كان في
الفانتاستيك فور، وبيكون بيحارب القوافل اللي في العالم ده، وبيقول لهم ان في قوافل جايه دلوقتي وهيهجموا عليهم، وفعلا بيجوا وجو بيتحول لنار وبيحاول يقضي على واحد اسمه بايرو، لكن بايرو بيخلص عليه في ثانيه، وسايبرتوس بيقرر انه يتقاتل مع وولفرين، وولفرين بيقف بكل برود وبيهجم عليه سايبر، لكن وولفرين بيقطع راسه في ثانيه، وبايرو بيختصر الموضوع ده وبيشغل جهاز زي المغناطيس وبيعرف يقبض عليهم ومش بيكونوا عارفين رايحين فين. فبيقول لهم جو احنا رايحين لأسوأ مكان في العالم ولأسوأ واحده في العالم، والمكان ده بيرموا فيه الكازورات والخردة والحاجات اللي ملهاش اي قيمه، وفي بنت بتحكمه اسمها كاسندرا، وبيقول لهم في وحش بيحكم المكان كله اسمه الايس، وبيقول لهم انا مش لوحدي ومعايا مجموعه تانية وبنحاول احنا كمان نلاقي حل. ولما بيوصلوا المكان بيكون بيتها عباره عن راس هيكل عظمي كبير، وبتكون دي راس انتي مان والله اعلم. المهم بتطلع كاسندرا وبتفضل تتكلم شويه وبتتريق على ديد بول وولفرين، لحد ما ديد بول بيفضل يوقع بينها وبين جو وخلاها شفطته وخلته هيكل عظمي، وبيقول لها ديد بول انا هنا علشان مهمه معينه وعايز انقذ العالم بتاعي من بارادوكس اللي عايز يدمره كله، بس كاسندرا بترفض انها تساعده، وولفرين بيحاول يهجم عليها لكنها بتوقعه في ثانيه وبتمسك دماغ ديد بول وبتشوف ذكرياته، وبتشوفه وهو قاعد مع مراته وبتقرر انها تسيبه لان حياتها معاه ما عادتش عاجباها، لكن فجاه بيهجم عليهم وحش الايس وبيقدر ديد بول وولفرين يهربوا باستخدام حاجه كده زي الصاروخ. واثناء ما هما ماشيين وولفرين بيسال ديد بول وبيقول له اشمعنى انا الوحيد اللي من الابطال الخارقين اخترتني علشان انقذ معاك العالم بتاعك؟ فبيقول له ان انت كنت بطل كبير في العالم بتاعي وليك شعبيه كبيره، وبيساله هو انا مت ازاي؟ فبيقول له انت كنت بتنجز بنت صغيره ومعاها شويه اطفال، وبتكون البنت دي اسمها لورا، وطبعا كلنا فاكرينها لانها كانت معاه في الجزء الاخير من سلسله وولفرين. وبعد كده بيلاقوا كلب صغير جاي عليهم وبيكون لابس نفس لبس ديد بول وبيكون الكلب بتاعه بس من عالم تاني، وفجاه بيظهر لهم نسخه من ديد بول بس من عالم تاني بس شكله احلى وانضف منه، بس الاتنين فيهم صفه مشتركه وهي تقل الدم، وبيطلبوا منه المساعده وبيوافق، وبيسالوه عن المجموعه اللي مع جو فبيقول لهم على مكانهم، بس بيقول لهم دول ناس خطيره جدا وبيدوهم عربيه علشان يقدروا يوصلوا لهم بيها، لكن وهم ماشيين ديد بول وقع بلسانه وقال لولفرين ان احتمال انك تفشل انك تنقذ العالم بتاعي، فبيتضايق جدا وبيقول له طب ليه ما قلتليش كده من الاول؟ وبيبدا ولفرين يضرب في ديد بول وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيكسروا في عظم بعض، ومش بس كده بيكسروا في العربيه كمان لحد ما بيغمى عليهم، وبيجي شخص يركب العربيه وبياخدهم وبيمشي وبيروح بيهم على مكان، ولما بيفوقوا هناك بيلاقوا نفسهم مع مجموعه بتاعت جو اللي هم الكترا وويزلي سنايبس وتشينج، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه وبيسال ديد بول مين اللي جابهم هنا والمفروض يمشوا دلوقتي علشان وراهم مهمه معينه علشان ينقذوا العالم بتاعه، لكن بتدخل عليهم لورا ودي اللي ولفرين مات وهو بيحميها، وبيفضلوا يتكلموا ان الحل الوحيد علشان يرجعوا للعوالم بتاعتهم انهم يخلصوا على كاسندرا، وعلشان يقدروا يخلصوا عليها لازم ياخدوا الخوذه بتاعت ماجنتو ويحطها على راسها، وده هيخليها ضعيفه والقوه بتاعتها هتروح، وبيقول لهم ديد بول ان احنا اقوى منهم بكتير وفعلا بيتفقوا. بعد كده بنشوف لورا وهي قاعده مع ولفرين وبتفضل تشكره وبتقول له ان هو السبب انها تفضل عايشه لحد دلوقتي لان ضحى بحياته علشان هي تعيش هي واخواتها، لكن بيقول لها انت قصدك على نسخه تانية مش النسخه بتاعتي دي، وان اللي قدامك ده شخص فاشل ومش قد المسؤوليه، وان ساب كل اصحابه يموتوا من غير ما يساعدهم ولا يعمل لهم اي حاجه. بعد كده بنشوف بارادوكس وهو بيتكلم مع بايرو علشان يخلص على كاسندرا لانها بقت بتشكل خطر كبير عليه، وتاني يوم الفريق كله بياخد بعضه وبيروح عند كاسندرا، وبيلت بيطلع وبيضرب الباب بصاروخ عابر للقارات، وبيقدروا ان هم يدخلوا مكان كاسندرا بمشهد اسطوري، وهنا كاسندرا بتؤمر كل رجالتها يخلصوا عليهم، وبتبدا المعركه وضرب من اليمين على ضرب من الشمال وهاتك يا دعك، وفريق ديد بول بيكون اقوى من رجاله كاسندرا، وولفرين بيطلع عند كاسندرا وبتقدر انها تتحكم فيه بسهوله جدا وبتقول له انت مختلف عنهم، وبتحط صباعها على عورته علشان تعرف الماضي بتاعه، وبتعرف ان هو كان في فريق الاكس مان لكن هو ما كانش حابب وجوده في الفريق ده وعايز يسيبهم، بس ما كانش عارف وكان دايما بيقعد بعيد عنهم ومش بيقعد معاهم خالص، لحد ما في يوم بيجي له خبر ان كل فريقه مات، وبيروح فعلا وبيلاقيهم كلهم ماتوا، فبيقرر ينتقم من كل اللي قتلوهم، وبدا يقتل في ناس كتير جدا، وبيكتشف انه قتل ناس كتير ملهاش ذنب، ومن ساعتها هو ضميره وجعه ومش عارف يعيش، ده غير انه بقى مكروه عند كل شعبه. وهنا بتعرض عليه كاسندرا انه ينضم للتيم بتاعها في سبيل انه هتنسيه كل الماضي بتاعه، لكن فجاه بتيجي الخوذه وديد بول بياخدها وبيلبسها لكاسندرا وبتضعف جدا، وبيطلبوا منها انها ترجعهم للعالم بتاعهم، فبتقول لهم مش هقدر والخوذه على دماغي، وبتقول لهم لو شلتوها قوتها هترجع لي تاني وهقتلكم كلكم. وفي اللحظه دي بيجي بايرو وبيضربها بالنار، ولما بيسالوه ليه عملت كده فبيقول لهم انا بيني وبينها طار، لكن طبعا احنا عارفين هو قتلها ليه. المهم ولفرين بيقول
لها احنا هنشيل الخوذه من على راسك بس في مقابل انك تساعدينا، وبتوافق وبترجع لها قوتها، وبتقول لهم ان من فتره كبيره قدرت تسرق من ساحر خاتم تقدر تتنقل بيه بين العوالم، وطبعا الخاتم ده بتاع دكتور سترينج، وبتفتح لهم بوابه بينطوا منها وبيرجعوا العالم بتاعهم تاني، وبيروحوا بسرعه عند برادوكس وبيكون مرعوب منهم. لكن المرعب اكتر في بوابه زمنيه بتفتح وبتطلع منها كاسندرا، وبتكون عرفت ان برادوكس هو اللي طلب انها تموت ويخلص منها، فبتدخل جوه عقله عشان تعرف هو كان عايز ايه، وبتعرف ان هو كان عايز يسيطر على شركه اي تي في. وهنا كاسندرا رجعت لافكارها الشيطانيه من تاني وقررت انها تدمر كل العوالم علشان تكون هي المتحكمه الوحيده، وبيحاول وولفرين وديد بول يوقفوها لكن بترميهم بعيد، وبتبعت جيش من الديد بولز وبيكون مكون من رجاله وستات واطفال واجسام وكل اللي انت عايزه، وبتدور بينهم معركه تافهه جدا وعبيطه قوي بصراحه، وولفرين بيلبس الماسك بتاعه بيبداوا يضربوا في بعض لحد ما في الاخر كلهم بيتحدوا بعد ما بيشوفوا بيتر وده صاحب ديد بول، وبيفضلوا يفرحوا ويهيصوا. بعد كده بيروح الثنائي علشان يوقفوا خطه كاسندرا، وهنا كاسندرا بتقرر انها تجمع كل العوالم في عالم واحد علشان خاطر تسيطر عليهم كلهم، وبيروحوا يمسكوا بارادوكس وبيقولوا له ازاي نوقفها، فبيقول لهم ان مفيش حل غير واحد بس هو اللي لازم فيكم يضحي ويدخل غرفه التحكم ويدمرها بس هيموت. وهنا بيقرر وولفرين انه يضحي وبيقول لديد بول انا دوري كبطل انتهى، لكن ديد بول بيغفله وبيدخل معاه وبيبداوا يستخدموا قوتهم وبيدمروا المكان، وبيقدروا ان هم يفجروا الجهاز، وكاسندرا بتموت وخطتها بتفشل، وبتيجي واحده اسمها هانتر تبع شركه تي في اي وبتقبض على بارادوكس بتهمه الخيانه، وبتفضل تمدح في وولفرين وانه قد ايه بطل وبتطمنه على العالم بتاعه وانه بخير وما حصلوش اي حاجه. وهنا ديد بول بيطلب من هانتر انها تصلح اللي عمله وولفرين في العالم بتاعه لكنها بترفض، وبتقول له هو هنا بقى بطل وممكن يفضل هنا، وفعلا بيفضل موجود وبيحاول يصلح العلاقه ما بين ديد بول وحبيبته فانيسيا. وفي اخر الفيلم بيكونوا متجمعين وشكلهم هما الاثنين رجعوا لبعض تاني وبيكونوا مبسوطين. وفي نهايه الفيلم خالص بنعرف ان جو مات بسبب الكلام اللي كان بيقوله على كاسندرا، وكاسندرا عرفت اللي كان بيقوله عليها لما كان مربوط مع ديد بول وولفرين. ودي كانت نهايه الفيلم العبيط ده. ولو عجبتكم الحلقه بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا. والفيلم بيبدا مع دان شريك في شركه متخصصه في مجال انتاج الموسيقى والتسجيل، لكن بيطردوا منها ساولو شريكه في الشركه بسبب انه ما جابش اي شغل في اخر 5 سنين، ده غير ادمانه للكحول اللي بيدمر حياته. وبيحصل الكلام ده قدام بنته فايوليت، وبياخدها وبيروح يقعدوا في حانه عشان يشرب، وده مش بيكون عارف حاجه عن بنته ولا سنها ولا دراستها، وبتقول له ان والدتها بتقول عليه شخص فاشل، وبيهرب من الحانه بسبب ان معهوش فلوس يدفع الثمن اللي شربه، وبيمسكوا صاحب الحانه وبيضربه قدام بنته، وبعدها بيوصلها لبيتها وبيفضل بعد كده ماشي لحد ما بيدخل حانه تانية، وبيسمع الصوت بيشد انتباهه جدا، وبيقابل صاحبه الصوت وهي جريتا، وبيقدم لها نفسه وبيقول لها انه عايز يكتشف موهبتها وانه كان نفسه يوقع معاها عقد ويشتغلوا سوا، لكن بسبب انه ما جابش اي شغل من 5 سنين اللي فاتوا فشركته فقدت فيه الامل، لحد ما سمع صوتها وعجبه وبيبدا يقنعها انها تسجل معاه، وبيبدا يشرح لها احتياجات الجمهور واللي بيحب يعرفوا عن الفنانين، وان الفنان لازم يكون له ستايل معين وطريقه لبس واداء عشان يشد انتباه الجمهور، وان الفنان لازم يعمل كل حاجه في استطاعته عشان الناس تتفرج عليه. ولكن جريتا بتعترض على طريقه فكره وبتقول له الثقه هي اهم حاجه ما بين الفنان وجمهوره، وبيعرف منها انها هتسافر تاني يوم، وبيعرض عليها انها تيجي لشركته تأدي اغنيه تجريبيه، ولو ما نجحتش هيعوضها عن التاخير اللي حصل في السفر، وبتقول انها هتفكر اما توصل البيت، وبتفتح فيديو على موبايلها هي وحبيبها السابق ديف، وبتفتكر اول مره ليها لما جت نيويورك معاه، وانها ساعدته يكون مشهور بفضل اغانيها وتاليفها، وفي الاخر سابها عشان واحده تانية شغاله معاه، وبتسيبه وبتروح تقعد عند صاحبها ستيف اللي هو اقنعها انها تغني في الحانه اللي سمعها فيها دان، وبتتصل بدان وبتقول انها موافقه تغني اغنيه تجريبيه في شركته، وبتروح الشركه وبتغني قدام ساول وما بيعجبوش صوتها، وبيقترح عليها انهم يسجلوا اغنيه، وبعدها بيقرروا اذا كان صوتها وحش ولا لا، وبيطلب ساولو انهم لما يبقوا جاهزين ومعاهم اغنيه مسجله ساعتها ممكن ينتج لها اغاني، ولان ما عندهمش استوديو ومعهمش فلوس يأجر واحد بتيجي لدان فكره ان هم يسجلوا البوم في شوارع مدينه نيويورك بصوت لايف قدام الناس، وبيبداوا ينفذوا الفكره دي، وبيجي ستيف وبيكونوا فرقه وبيبداوا تدريب في شقه ستيف على الالحان والاغاني، وبيغنوا اول اغنيه في الشارع وبيستخدموا كل حاجه حواليهم لصالحهم عشان يطلعوا الاغنيه باحسن شكل ممكن. وبتروح جريتا مع دان عشان ياخدوا بنته فيوليت من المدرسه، وبتعرض عليها جريتا انها تشاركهم في الاغنيه اللي بيسجلوها وبتوافق، وبتشوف ان فيوليت مبسوطه جدا لمجرد ان والدها معاها وجنبها،
وبتقول كده لدان وبيتضايق من حكم جريتا عليه، لانه مش هو اللي انهى زواجه ولا هو اللي كان اناني، وان جوازه ده انتهى بسبب خيانه مراته ليه وانها حبت شخص تاني، وبعدها الشخص ده سابها وبقى هو الاب البعيد عن بنته بسبب طيش والدتها، فبتعتذره انها ما كانش قصدها كده، وانه اب رائع، وبيقضوا طول الليل سوا وبيسمعوا اغاني وبيتمشوا وبيرقصوا لحد ما بتوصل بيتها وبتعرف ان حبيبها السابق فاز بجائزه خاصه بالموسيقى، وبتقرر انها تكتب له اغنيه وبتغنيها له في الموبايل وبتتصل بيه وبتسجلها له على الفويس ميل، وفعلا بتكمل باقي البومها مع دان تاني يوم في اماكن نيويورك، وبتشاركهم فايولوت في الاغنيه بعزفها واللي بتنجح فيه جدا، وبيحبوا طريقه عزفها وبيحتفلوا كلهم بانتهاء تسجيل الالبوم. وبيجي لجريتا مكالمه من حبيبها السابق انه عايز يقابلها بعد ما سمع المكالمه والاغنيه، وبتروح تقابله وبتعرف انه ساب حبيبته اللي كانت معاه وانه ندمان انه انفصل عنها، وبيتمنى انه يرجع كل اللي بينهم تاني، وبيقول لها انه محتاج رايها في البوم الجديد واللي حاطط فيه اغنيه من تاليفها هي، وبتسمع الالبوم وبتقول ان الاغنيه بقت عباره عن دوشه وانه لازم يعيد توزيعها من الاول، وبيقول لها ان اهم حاجه تعجب الجمهور وخلاص حتى لو كانت موسيقى بس، وبيعزمها على الحفله عشان يشوف رد فعل الجمهور على اغانيه، لكنها بتعترض على كلامه وبتقول انها كانت غلطانه انها بعتت له رساله اصلا، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي وقت تقديم الالبوم لساول في شركه التسجيل وبيعجبوا الالبوم وبيعرض عليها يسوقه ويبيعه مقابل $10 للنسخه، ويكون من نصيبها $1 من كل نسخه بتتباع والباقي كل شركه التسجيل، لكنها بتعترض على النسبه وبتقول لدان ان الشركه اكيد هتحاول تتفاوض تاني معاها لان الالبوم جميل، وبتروح لحفله ديف وبتسمع اغنيتها وهو بيغنيها، وساعتها بتقرر انها تطرح الالبوم اونلاين مقابل $1 بدون شركه التسجيل، وبيساعدها في كده دان، وبيكلم صحابه يساعدوه، وبيشير الالبوم بتاعها وبيتباع منه 10,000 نسخه في اول يوم طرح بس، وبيرجع دان تاني لبيته وعيلته وبيستعيد منصبه كشريك في شركه التسجيل بعد نجاح الاغنيه. ودي كانت نهايه الفيلم، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش دعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.